اهلا بيكي. الحلو بتاعنا النهارده ده حلو بزياده، حلو كده ما حصلش. هتعملي كل الجمال ده بلفه من الجلاش اللي مركونه عندك في الفريزر بقالها فتره وانت مش عارفه تعملي بيها ايه. وصفتنا النهارده من ارقى وافخم واحلى وصفات الجلاش اللي ممكن تجربيها، فخم كده وراقي في نفسه، ومش هيصدقوا انك عاملاها بلفه من الجلاش ممكن تكون مرميه عندك بقالها فتره. كمان الفيديو ده لكل الناس اللي مش بتحب الجلاش، اوعدك لو جربتيه بالطريقه دي انا متاكده انك هتغيري نظرتك للجلاش. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، لو عجبك الفيديو اعملي لايك، ولو ما اشتركتيش في قناتي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اي فيديو جديد بعمله. ويلا بينا بقى على طول عشان نعمل الحلو بتاعنا. في البداية هحتاج للفة من الجلاش ونص كوباية من السمن السايح او الزبدة السايحة. هتفردي كده ورقة الجلاش بتاعتك وهتقصي تاخدي التلتين بس، والتلت التاني هتسيبيها على جنب. يعني كل طبقات الجلاش كده مع بعضها هتقومي بالسكينة او بالمقص شايلة التلت وسايبة التلتين. انا في البداية كده هستخدم الورقة الكبيرة اللي هي تلتين الورقة. همسحها كده بالفرشة بمسحة من الزبدة السايحة او السمنة السايحة. هحاول امسح عليها كلها. بعد كده هطبقها بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعدين هلفها بالشكل ده، يعني هلفها كده حوالين بعضها. عايزه اقولك ان لو حتى لفه الجلاش اللي عندك مقطعه او متبهدله او ناشفه شويه او مش سليمه هتنفع برضو في وصفتنا النهارده. بعد كده هجيب الطاجن او الصينيه بتاعتي وارص فيها الوردات اللي انا عملتها دي. لو انت بقى لفه الجلاش هتعملي الطاجن الصغير ده، لو انت عايزه حاجه كبيره بقى او صينيه كبيره تقدري تستخدمي لفتين من الجلاش. هتعملي بقى الوردات بالشكل ده وهتحطها كده جنب بعضها في الطاجن. دول ورقتين من اللي انا شلتهم، اللي هو التلت اللي انا قلتلك قصيه لوحده، حطيتهم جنب بعض كده ومسحتهم وطبقتهم ولفتهم زي التانية بالظبط. احنا مش هنرمي حاجة ابدا من لفة الجلاش بتاعتنا لحد بقى ما تخلصي كل الكمية بالشكل ده. الطاجن ده اخد مني لفة الجلاش كاملة. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180. هتحطها في الرف الأوسط لحد ما تبتدي تاخد لون ذهبي خفيف كده. هولع عليها الشواية لحد ما تاخد اللون الذهبي من على السطح. ولحد ما تطلع من الفرن انا هجهز بقى اللبن المحلى المكثف في البيت علشان توفري ثمنه وتعمليها وصفة اقتصادية. هنعمل اللبن المحلى المكثف في البيت. هتحتاجي كده لكوباية من الحليب البودر، هنضيف لها نص كوباية من السكر وقطعة من الزبدة، واحط لها 50 ملي كده من المية السخنة. في البداية حطيت 50 ملي من المية السخنة وبعد كده زودت عليهم 50 ملي تانيين، يعني اجمالي المية السخنة اللي انا ضفتها حوالي 100 ملي. هتضربيهم في الخلاط لحد ما قوامهم يتقل ويمتزجوا مع بعض. وده كان شكل الحليب المحلى المكثف بتاعنا اللي احنا جهزناه. بعد ما تولعي الشواية بقى على الجلاش بتاعك واخد اللون الذهبي ده، طلعيه من الفرن على طول وهو سخن كده هنبتدي نسقيه بالحليب المحلى المكثف. حاولي بقى توزعي كل الحليب على سطح الجلاش بتاعنا. بعد كده هتجيبي كوباية من الحليب، هتنزلي عليها كده بمعلقتين او 3 من الباستري كريم، وده بيجي من عند اي محل مستلزمات حلواني. ولو ما قدرتيش توفريه تقدري تستخدمي 3 معالق من الكريم شانتيه. يعني الكوباية الحليب هنحط لها 3 معالق من الباستري كريم او 3 معالق من الكريم شانتيه، وهنقلبهم كده كويس بالمعلقة لحد ما يدوبوا في الحليب. بعد كده هسقي بيهم الجلاش بتاعنا بالشكل ده. بعد كده هدخله الفرن تاني اللي هو مسخن على درجة حرارة 180. هتسيبيه في الفرن كمان 5 دقايق تانيين لحد ما الجلاش بتاعنا يتشرب كده كل الحاجات اللي انا سقيته بيها. بعد كده طلعته من الفرن وده كان شكله بعد ما طلع من الفرن. زينيه بقى بأي حاجة متوفرة عندك. انا زينته هنا كده بشوية من المكسرات، حطيت كده شوية من الفستق صغيرين
بالتبادل كده، وشوية من جوز الهند وشوية من فول سوداني بقى، او بندق او لوز او اي حاجة متوفرة عندك. تقدري كمان تزينيه بأي شكل انت عاوزاه. شايفة بالشكل ده. بعد كده جبت معلقة كده، كان عندي مربى الورد، جبت معلقة من مربى الورد حطيتها في نص الطاجن بتاعنا او في نص الصينية بتاعتي. معلقة المربى اللي انا هضيفها دي على السطح هي مش اساسية ولا حاجة، بس بجد فرقت جدا في شكل الوصفة بتاعتنا، اديت لها شكل جمالي كده رهيب، تحسوا ان انا عاملة لوحة فنية مش وصفة بلفة جلاش. طعم الجلاش بتاعنا كان خطير جدا، من احلى وصفات الجلاش اللي ممكن تجربوها. الجلاش كده شارب من طعم الحليب المحلى المكثف، ومسق كده غرقان في الحليب بالباستري كريم، طعمه خطير وفي حتة تانية. لو انا قعدت بقى اقول لكم من هنا للسنه الجايه مش هتعرفوا طعمة الوصفه بتاعتنا لما تجربوها بنفسكم. اتمنى ان الوصفه بتاعتنا النهارده تكون عجبتكم، واتمنى بجد ان انتوا تجربوها. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.